السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا ان شاء الله بخير وبصحة. كل سنة وانتم طيبين. الفيديو ده انا عملته علشان في مشتركة عندي استحلفتني بالله ان اعمله، قالت لي بالله عليكي، فانا طبعا ما اقدرش اطنشه ولا يعني ما اعملوش، مع اني انا عايزين نبقى متفقين من الاول. انا واحده عاديه خالص، ولا انا دارسه علم شرعي، ولا انا عالم، ولا انا شيخ، ولا انا اي حاجه. فعايزه بس ايه، يعني الموضوع بس مجرد تجربه هنقلها لكم، ويا رب تكون مفيده يا رب، وان شاء الله في ميزان حسناتنا كلنا ونطبقها وربنا يرضى عنا ان شاء الله. هي قالت لي اعملي فيديو عن ازاي اصلي او ازاي انتظم في الصلاه وازاي اكون اخشع فيها. طيب، في كذا نقطه هنعدها مع بعض واحده واحده كده، واللي بيزهق بقى من الفيديوهات الطويله معلش ايه، استحملوا معانا. اول حاجه، انتي لو ما بتصليش هتعملي ايه عشان تصلي؟ انا سمعت قبل كده دكاتره ومشايخ بيقولوا ان الانسان محتاج 40 يوم علشان جسمه يتعود على شيء، سواء الشيء ده وحش او حلو. يعني اعوذ بالله، مثلا اللي بيعمل معصيه لو قعد يعملها 40 يوم او اكتر بتبقى بالنسبه له زي الادمان، ربنا يعافينا، نسال الله العافيه. اللي بيعمل شيء كويس لو قعد ان شاء الله يدرب نفسه 40 يوم او يستمر 40 يوم ان شاء الله بالنسبه له هتبقى عاده طيبه ومش هيسيبها. ماشي؟ فان شاء الله انت لو ما بتصليش، اول حاجه حاولي تنتظمي على الصلاه 40 يوم. تقومي كده في الاوقات ان شاء الله، تظبطي المنبه على صلاه الفجر. لو بتسهري تبقى حاجه كويسه، هيبقى بالنسبه لك سهل، وتصلي الفجر في ميعاده، وفي كل صلاه وفي كل وقت ان شاء الله تصليه في ميعاده. ماشي؟ انا مش من النوع اللي مثلا ما هصلي كده من نفسي، او الشيطان بتاعي غالبني شويه، او بطنش، او بكسل، او ببقى عايزه اخرج، او الحاجات دي كلها. طيب هتعملي ايه؟ في نوعين من الناس، نوع بيجي بالترهيب ونوع بيجي بالترغيب. يعني نوع بيجي بسماع حلقات العذاب وان ربنا هيعذبنا ازاي على الصلاة وترك الصلاة، وازاي هيبقى العذاب في القبر وكده. ونوع بيجي من المكافآت بقى اللي ربنا بيحضرها لنا في الآخرة، اللي بيصلي في ميعاده، واللي بيخشع في صلاته، واللي بيصوم كده، وسماع الحاجات دي. يعني انتي لو من النوع اللي بيخاف من الترغيب، اسمعي مشايخ، اسمعي عقوبة تارك الصلاة، اسمعي العقاب اللي ربنا يعني في الآخرة هيعاقب بيه اللي ما بيصليش، لأن احنا عارفين ان الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن تركها ترك الدين. فده الفرق اللي بيننا وبين أي حد تاني، الصلاة. فإن شاء الله تسمعي عن الترهيب، حاجات بقى تخوفك كده وتبتدي تخافي وبتاع. طيب سمعت الحلقة وخفت شوية، وبعد كده رجعت تاني، خلاص نسيت اللي انا سمعته وخلاص. طيب خلاص، تعالي ولعي شمعة وحطي صباعك كده على نار الشمعة، وشوفي بقى انت هتقدري على نار الشمعة الضعيف ده، اللي هو لا يقارن طبعا بالنار اللي في الآخرة، او نار جهنم اللي هي اقل درجة من درجات النار. طبعا مش هتستحمليها، فاكيد ان شاء الله هتخافي وتروحي بسرعة تتوضي وتصلي الصلاة في ميعادها. بتيجي بالترغيب، اسمعي بقى عن النعيم بتاع الجنة، والنعيم بتاع الناس المجتهدة في العبادة، والحاجات دي كلها ان شاء الله هتفيدك جدا. والكلام ده تعمليه مع ولادك برضو. انا عندي ولاد بيجوا بالترغيب، وعندي بيجوا بالترهيب. ولد استعمل معاه النعيم والجنة والمكافآت والجنة فيها ايه، وولد لا، ده عذاب ربنا شكله كذا وكذا وكذا. انتي بشكل ابنك وشكل وشه في ده وفي ده هتقدري تحددي هو بيجي بده او بده. وفي ناس بتحب الاتنين يعني. تالت نقطة، انتي ان شاء الله هيكون يعني عندك في يومك مشغوليات كتير. اول ما تسمعي الاذان بيأذن اطفي على الاكل
سيبي اللي في ايدك، بتغسلي سيبي الغسيل، بتعملي اي حاجه سيبيها وقومي توضي وصلي على طول. خلاص. وقت الصلاة ان شاء الله لما يجي اتفقنا هنسيب اللي في ايدنا ونروح نتوضى ونصلي، هتكون خفيفة عليكي ومش هتحسي ان الصلاة، لان انتي الشيطان اوقات بيضحك علينا. طب الاكل فاضل له 5 دقايق، طب بعد الاكل فاضل له 5 دقايق، طب ما اعرفش بس هلم الاطباق مطرح ما طبخت، طب بس هشطفها بسرعة، طب مش فجأة تلاقي الوقت ضاع منك وخلاص الفرض راح منك، وطبعا دي كارثة، ودي اغلى حاجة عندنا ان شاء الله نحافظ عليها. طيب حاجة تانية هي قالت لي ازاي اخشع في صلاتي. ان شاء الله بصي، اول حاجة تسيبيها علشان تحسي بالخشوع في الصلاة وتحبي تسمعي القرآن او تقريه، ترك الاغاني. بلاش سماع الاغاني. حد هيقول لي الاغاني فيها اختلاف والموسيقى، لا الاغاني ما فيهاش اختلاف. المشايخ كلهم حرموا سماع الاغاني، بالذات اللي فيها عشق وحب وهوى والحاجات دي كلها. الحاجات اللي مش حرام الاناشيد الاسلاميه اللي هي بالدف، ده اللي حلال. الحاجات اللي طبعا فيها كلمات دينيه وكده، الحاجات دي مش حرام. وده طبعا انا سامعاه من المشايخ كلهم، مش انا اللي بالفه يعني. ازاي تخشعي في مكان الصلاة؟ تهيئة مكان الصلاة. يعني ازاي؟ ما تجيش تصلي في الصالة مثلا في مكان تجمع الأسرة، ده عمال يتكلم وابنك بيلعب ومعرفش مين بيشغل التلفزيون والحاجات دي كلها. لا، ادخلي اوضتك، اوضة نومك، اقفلي الباب، وهتكوني متوضية لابسة اللبس المخصص للصلاة، لابسة عبايتك او لابسة الإسدال بتاعك. وفي حاجة ناس كتير ما تعرفهاش وخطأ بترتكبه، ان بتصلي ورجليها باينة. كف الرجل لو باين الصلاة ما بتنفعش. طبعا اللي ما يعرفش قبل كده، ربنا انا سامعاه من الشيوخ كلهم، ربنا طبعا هيغفر له بجهله، لكن لازم تغطي رجليكي بس الوجه والكفين يكونوا باينين، ويكون اللبس بتاع الصلاة لا يشف ولا يصف. يعني ما يكونش إسدال ضيق على جسمك جدا مبين تفاصيل جسمك، ولا يكون قماشة خفيفة مبينة اللي تحتها. دي حاجة. هتخشي اوضتك وتقفلي على نفسك وخلاص. هيئنا مكان الصلاة، فرشتي سجادة الصلاة ان شاء الله، الله اكبر، هتبتدي الصلاة بالراحة. اقري الفاتحة بالراحة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هتقفي ثانيتين لان ربنا بيرد عليكي، هيقول حمدني عبدي، اثنى علي عبدي. كل ده يعني لازم تبقي واحده واحده بالراحه، مش بلاش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. دي مش صلاه دي. وربنا يعني اغنى، يعني غني عن ان احنا نصلي بالشكل ده. زائد ان احنا بنصلي لنفسنا، بنصلي عشان ننقذ نفسنا من عذاب جهنم، ربنا يعافينا ويعافيكم. وزائد ان انتي بتصلي عشان التوفيق في حياتك. يعني الصلاة مكسب لينا احنا، ربنا غني عن عبادتنا ومش محتاج عبادتنا. ربنا لا يحتاج، يعني ربنا انا مش عارفه اعبر ازاي، بس احنا ربنا غني عن عبادتنا. استغفر الله لو كنت اخطأت في اللفظ. ربنا غني عن عبادتنا، احنا العبادة دي بنعملها لنفسنا. انتظامك على الصلاة هيديكي راحة نفسية، هيبعد عنك الاكتئاب، هيوفقك في حياتك، كل وشك هينور ان شاء الله، حياتك كلها هتتظبط بأمر الله. خلاص. في نقطة تانية، بعد الصلاة بقى ان شاء الله صليتي بقى بهدوء كده وطالعة من الصلاة كده صدرك منشرح ومبسوطة. بعد الصلاة اصبري بقى، ما تقوميش بسرعة تجري، يعني اصبري بس 3 أو 5 دقايق على سجادة الصلاة. اختمي الصلاة سبحان الله 33 على صوابعك، الحمد لله 33، الله أكبر 33، يبقوا 100. تبقي كده ختمتي الصلاة. وإن شاء الله إن شاء الله لو عملتي الحاجات دي هتنتظمي في الصلاة وهتخشعي وهتدوقي حلاوة الصلاة وحلاوة الإيمان، ومش هتسيبيها بإذن الله. اوعي تنسي سماع مقاطع للشيوخ كتير عن الصلاة، بالذات لو انت من النوع اللي مقصر او مش قادرة على نفسك انك تصلي او لسه ما تعودتيش. لازم تسمعي كتير عن الصلاة وعن عقوبة ترك الصلاة.
وعن النعيم اللي ربنا هيديهولنا في الآخرة بإذن الله لو عبدنا ربنا زي ما أمرنا. وإن شاء الله يا حبيبة قلبي بأمر الله هتنتظمي في الصلاة. وفي رمضان اوعي 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 تضيعي صيامك بترك الصلاة او في لخبطة الصلاة. وخدي بالك تأخير الصلاة مع بعضيها، يعني اصلي ظهر مع عصر وعصر مع مغرب والحاجات دي طبعا ليها عقوبة قصدي. ربنا قال في قرآنه بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني انت لو بتسهي عن صلاتك وبتأخريها لغاية ما يخرج وقتها ده ليكي عذاب في وادي في جهنم اسمه ويل. يعني ده ربنا توعد بيه الناس اللي بتستهتر بالصلاة وبتسيبها آخر حاجة في يومها أو آخر حاجة في حياتها أو بعد أكلها وبعد شربها وبعد يعني خلاص دي آخر اهتماماتي، هصلي كده بسرعة آخر 5 دقايق قبل العصر وخلاص وابقى رميتها من على ظهري. طبعا الكلام ده ما ينفعش. احنا مخلوقين في الدنيا دي يا حبيبتي علشان نعبد ربنا، مخلوقين علشان نفوز بالآخرة، مش علشان ناكل ونشرب وننبسط ونتنعم. وخدي بالك واعرفي ان الأجل ممكن يجي في أي لحظة. الأجل ممكن يجي وانتي تاركة صلاتك وانتي ما صليتيش وتبقي خسرتي كل حاجة، ولا فلوس هتنفعك ولا مال ولا جمال ولا اي حاجة هتنفعك غير عبادتك وصلاتك. هي دي اللي هتنور قبرك، هي دي اللي ان شاء الله هتكون يعني الفوز العظيم هتفوزي بيها عند ربنا. وهي دي النعمة اللي بجد اللي انتي هتحسي بيها في حياتك. الفلوس ما فيهاش لذة، الذهب والاكسسوارات وجمالك والله ما في لذة مقارنة بلذة القرب من ربنا او بلذة انك تدعيه مرة وتحسي انه استجاب لك، او تدعي وتحسي انه فعلا ربنا قريب منك، او تسجدي تدعي وانت ساجدة وتحسي ان ربنا بجد كأنه معاكي او معاكي. وسبحان الله يعني انتظمي استحملي 40 يوم، ابعدي عنك الشيطان واستعيذي بالله منه. 40 يوم هتتعودي، 40 يوم علمي اولادك ينزلوا المسجد. لو ولاد حذاري ان انت تعودي ولادك الذكور يصلوا في البيت. لو المسجد قريب منك خلي ولادك ينزلوا وهم صغيرين من سن 7 سنين ينزلوا مع اخواتهم الكبار يروحوا المسجد يصلوا، هيتعودوا ولوحدهم هيسمعوا الاذان هينزلوا يروحوا المسجد. لان الراجل ما ينفعش يصلي في البيت، الراجل صلاته في المسجد، الست اللي تصلي في بيتها. وان شاء الله يا رب المقطع ينفعك بإذن الله. وكمان مرة انا مش داعية والله، انا واحدة عادية خالص، لكن يعني قلت اقول لك تجربتي في حاجات مثلا نفعتني مع اولادي وفي حاجات نفعتني مع نفسي. ويا رب ان شاء الله ان شاء الله كلنا راضين ربنا ويرضى عننا ويجمعنا صحبة صالحة في الجنة ان شاء الله، ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم وكل الانبياء. وان شاء الله صلوا على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.